المعسكر ده قائم بهذا الشكل اللي انت شايفه يعني، والحقيقة بقى شيء من التاريخ والتقليد داخل جامعة اسكندرية. يعني الكثير من الزملاء والطلبة يمكن جيل بيسلم جيل، لابد ان هم يقعدوا بهذا الشكل. وفي الخيام بنرجع لشكل اخر لمعسكر الاساس فيه ان احنا بنخلق لداخل طلبة اسكندرية ازاي نخلق روح الانتماء، الولاء والانتماء للوطن. وفي نفس الوقت ده معسكر، يعني المعسكر ده بيبدأ صباحا بالطابور الرياضي، بعد الطابور الرياضي تحية العلم، وبعد كده الفطار والعديد من الأنشطة منها خدمية بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية يعني. احنا عندنا أكتر من 4 أو 5 لعبات شاطئية ولعبات أخرى ترفيهية. في أكتر من 350 طالب وطالبة موجودين في المعسكر، بيلتزموا بالتعليمات الموجودة في المعسكر زي ما تفضل الدكتور عبد العزيز، وفي نفس الوقت بيمارسوا الرياضة في جو من الجمال والجو الجميل والشمس الساطعة. أنا شايف صورة من صور النجاح والصور المبهجة الحقيقة، وأنا بنتهز هذه الفرصة أن أنا أتقدم بالشكر والتحية للأستاذ الدكتور رئيس جامعة اسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة على الحقيقة اللي احنا شايفينه في هذا المعسكر من رعاية ومن نظام ومن حكمة في إدارة هذه الأمور. معسكر باجوش معسكر جامعة اسكندرية لطلبة وطلبات الجامعة، والأستاذ الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة طلب مننا إن احنا نعمل مشروع رياضي لطلبة الجامعات المصرية نستضيفهم هنا. عملنا مقترح اسمه المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية، وتوافق عليه وبدأنا التنفيذ. بعتنا جوابات للجامعات المصرية، بعتت لنا 21 جامعة بالموافقة، وبدأ العمل في معسكر باجوش الإعداد لاستقبال الجامعات المصرية. النهاردة معنا 350 طالب وطالبة من طلبة الجامعات المصرية مستمتعين بقى لهم 3 أيام بالجو والحاجة الجميلة اللي هم قاعدين فيها. طبعا مخيم، دي أول مرة هم يزوروا حاجة زي دي، فتجربة جميلة لطلبة الجامعة. احنا المعسكر الباجوش بيقام سنويا، يعني ده من يوم إنشاءه هو بيقام سنوي. ويمكن احنا دلوقتي النهارده احنا في حدث اللي هو استضافه بطوله الاتحاد الجامعات الاتحاد الرياضي للجامعات، وبيقام على هامشه احدى البطولات الشواطئ، كره قدم شاطئيه وفولي بيتش شاطئيه بمشاركه حوالي 16 جامعه موجودين على مدار ال5 ايام اللي فاتوا. ويمكن النهارده ان شاء الله يوم الختام، ويمكن زي ما حضراتكم شايفين كل الشباب سواء بنين او بنات على مدار ال5 ايام دول في نوع من التكامل والتآلف والاختلاط ما بينهم وبين بعض، ومش بس نشاط رياضي، لا نشاط رياضي بالاضافه للانشطه الاجتماعيه اللي بتتم على مدار اليوم. احنا جوه بطوله الجامعات للالعاب الشاطئيه، الاختيار طبعا بتاع كل وفد بيتم من جامعته. الجامعه بتجيب اللعيبه الفعليين لان ده مش نشاط ترفيهي، دي مسابقه. فاللعيبه اللي عندنا هنا كلهم لعيبه، كلهم يعني كلهم لعيبه على مستوى عالي، فجامعتهم بتختارهم لان هي اللي داخله جوه المنافسه. الالعاب الموجوده كره طايره شاطئيه بنين وبنات، وكره قدم شاطئيه، وبعض الالعاب الترفيهيه زي كره القدم الطايره، زي تنس الطاوله، زي السباحه، وزي شد الحبل، حاجات كده يعني. معسكر جميل، الناس كلها بتشارك مع بعضها، حاجه جديده علينا، ما تعودناش ان احنا نلاقي الحاجات دي قبل كده. انا جاي هنا كره شاطئيه، طبعا كره شاطئيه جامعه الزقازيق، يعني الدنيا هنا تمام. معسكر كويس جدا، بنشكر طبعا جامعه اسكندريه على الاستقبال الكويس ده. جامعه الناس موجوده هنا من كل مكان، طبعا كل الجامعات كل مصر. تعرفنا على ناس، طبعا في تعارف، في استحبنا على ناس ثانيه، طبعا ما كناش نعرف ان احنا هنقابلهم ازاي طبعا. وتاني طبعا بشكر جامعه اسكندريه على الاستقبال طبعا وحسن الاستضافه. هو فكره جديده ومختلفه، تعرفنا على ناس اكتر وشفنا تجارب كتير مختلفه. الاكل يعني تنظيم كويس جدا، والاكل كمان كويس جدا. يعني انا كرانه بنصح اي حد بيشارك في المعسكر ده، حقيقي فكره مختلفه وجميله جدا.